لي علاش ديروا ورشه بدراهم وانا جبتها لكم باطل. سليلات ولا قنيدلات معسلين بلا تعسال. للعجينه نحتاجو 4 كيلات فرينه، نضيفوا لهم كيلة ناقصه مرغرين التوريق تكون بارده، ربع حبه بيض، وهنا عندنا المزهر اللي نضيفوا له شويه ملون ابيض اختياري والملح. العجينه تاعنا لازم نطموها يابسه باش من بعد ما يطيحوناش كي نشكلوهم. وما تنساوش لافاني، نخليوها ترتاح على الاقل 2 سوايع باش تعاوننا في الخدمه. هنايا ندلكوها 5 دقائق هكا قيس ما يتجانسوا المكونات. لا فخص عندنا السكر اللي نزيدوا له المزهر قيس ما يتشمخ برك. زدت له مبشور ليمون الاصفر اذا الخضر ما ديروش دوكا. نحطوهم فوق النار على نار قليله حتى يذوب لنا هذاك السكر برك. نضيفوا اللوز ونرجعوا فوق النار ونقعدوا نخلطوا شتو كيما لاباطاجون لو ميم برانسيب حتى تولي لكم عجينه وبالك برك تتحرق. نحطوها فوق لو بلان دو طرافاي ولازم تبردوها مع الاول بلا كوبات ومن بعد بيدكم بالك تخليوها تبرد وحدها باسكو تيبس لكم وما تعجنوهاش. ديروا كيما كنت ندير انا. ومن بعد نضيفوا لها البيض غير شويه استعمليها هذه نص حبه بيض وشويه مارغرين نضيفوها في الاخر. نوليو العجينه تاعنا اللي نخدموها في الماشينه نحلوها في الرقم الاول واحد 3 خطرات ومن بعد في الرقم 3 وفي الرقم قبل الاخير نعاودوا بعدها نحلوها شويه بالحلال باش تولي عريضه ونقطعوها بالقطعه رقم 130. نديروا لها شويه بياض البيض. كريات الحشو وزنتهم 50 غرام. شوفوا طريقه التشكيل. نديروا لافرص تاعنا في الوسط ونبلاطيوها ومن بعد نقسموا على 4 بعد كل وحده نقسموها على 2 ولا 8 وبعد كل وحده نزيدو نقسموها على 2 ولا 16 وبعد نبداو نطلعوا فيها هكا بالكف تاع يدنا ونبداو نعطيو لها شكل بيضاوي. هذه اذا حبيتو ديروا لها الشكل البيضاوي نورمالمون الفيديو راهي تشرح نفسها. نخربشوها شويه من الفوق وما تنساوش تتقبوها من التحت. بالنسبه للشكل الدائري ساهل اكثر. نخنقوها شويه في الوسط ورانا نسقمو ونطلعو نفس الشيء. نخربشوها شويه من الفوق ونتقبوها من الاسفل. لازم يباتوا ليله كامله ما كاش هضره. وكي تحطوهم في سنيوه حطوهم حبه شي داخدها. نطيبوهم على 160 درجه بين ربع ساعه و20 دقيقه. بالنسبه للتزيين تحبوا ديروا لهم عقاش ولا ديروهم على شكل سنيلات ونزينوهم بعجينه اللوز. قولوا لي داكو حابين نوري لكم الطريقه اللي خدمت بها هادو الميني فروي. وما بقى لي غير نقول لكم تلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله.